تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعدد من أولياء العهود ونواب الحكام وضيوف البلاد. الاحتفال الشعبي الذي أقيم اليوم بمناسبة زفاف سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية على كريمة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وبمشاركة مجموعة من العرسان من أبناء الوطن من مختلف إمارات الدولة. وقد حضر الحفل الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف والحاكم العام لنيوزيلندا الفريق السير جيرمابا ماتاباري. بمظاهر الفرح التي عمت أرجاء العاصمة بلوحة شعبية بهية الطالع ازدان نورها للناظر والسامع فرح آل نهيان الكرام سلالة المجد، فبحضور قادة الوطن تقدمهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وبحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعدد من أولياء العهود ونواب الحكام. الاحتفال الشعبي والعرس البهيج بمناسبة زفاف سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية إلى كريمة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان. العرس الذي قدم خلاله عروضا شعبية وسط احتفالات بهيجة جمعت ضخامة الحدث ببساطة الإرث الإماراتي الأصيل، تضمن مشاركة 50 عريسا من مختلف إمارات الدولة انضموا إلى هذا الحفل لتكتنز أفراحهم بفرحة آل نهيان الكرام في مشهد اختزل المشاركة المتأصلة في وجدان المجتمع الإماراتي بين قيادته وشعبه. ووسط الأهازيج واللوحات الوطنية التراثية التي نظمت في ساحة الاحتفال شارك الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان وعدد من الشيوخ في أداء لوحات الحربية والعيالة التي قدمتها فرق الفنون الشعبية ابتهاجا بهذه المناسبة السعيدة، كما قدم مجموعة من الفرسان لوحات استعراضية وهم يحملون أعلام الدولة. من جانبهم عبر العرسان عن بالغ شكرهم وامتنانهم بتشريف أصحاب السمو الشيوخ الاحتفال بمناسبة أفراحهم، مثمنين حرص ودعم القيادة الحكيمة بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله لأبناء هذا الوطن وتوفير الرفاهية لهم من خلال رعايته هذه الأعراس الجماعية. كما تم في ختام الحفل التقاط الصور التذكارية التي جمعت أصحاب السمو والشيوخ وأبنائهم العرسان.